السلام عليكم ورحمة الله مشاهدينا في كل مكان. نشرة الأخبار نقدمها لكم من الفضائية الإريترية، نستهلها كالعادة بأهم وأبرز العناوين. وزارة الزراعة تعقد اجتماعات لمناقشة التقدم المحرز في الربع الأول من العام. عقد ندوة حول إدارة الوثائق والسجلات لأفراد القوات البحرية. العداءة الإريترية نازريت ولدو تتوج بالمركز الأول في ماراثون فيينا. الولايات المتحدة توافق على سحب قواتها من النيجر. كوريا الشمالية تختبر رأسا حربيا كبيرا جدا. يريفان وباكو تتفقان على ترسيم الحدود في شمال شرق أرمينيا. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. عقدت وزارة الزراعة اجتماعات في أقاليم الأوسط وعنسبة والقاشبركة في الفترة من 16 وحتى 19 من أبريل لمناقشة التقدم المحرز في الربع الأول وتقديم الخطة الاستراتيجية الخمسية. وركزت الاجتماعات التي حضرها أكثر من 400 مشارك من بينهم وزير الزراعة وحكام الأقاليم ومدراء المديريات وكبار المسؤولين والخبراء الزراعيين، ركزت على 5 برامج هي تنمية الأراضي وإدارة الموارد الطبيعية وتنمية المحاصيل وتنمية الثروة الحيوانية والتنمية المتكاملة والشاملة، وكذلك تنفيذ المكتب المركزي لوزارة الزراعة استراتيجية الغذاء الآمن المغذي للجميع في كل مكان للفترة من عام 2024 وحتى العام 2028، والتي تشمل الأعمال التجارية الزراعية وبناء القدرات المؤسسية والبشرية. وعرضت الأقاليم برامجها وخططها المنفذة في الربع الأول من عام 2024، وقد ركزت التقارير المقدمة على نشر الخبراء على مستوى القرى والضواحي والحفاظ على التربة والمياه وبناء السدود الصغيرة وتنمية الخضروات والفواكه وصحة الحيوان والمحاصيل والحجر الزراعي وأنشطة توليد الدخل الزراعي والبحث والتجريب ومكافحة الجراد الشجري. ناقش المشاركون المعالجة الكاملة لمساقط المياه في الوقت المناسب وتعزيز الممارسات الزراعية القائمة على المغذيات وتطوير وجمع بذور الحشائش المختارة وتشجيع استخدام السماد السائل والسماد المصنوع من النفايات المنزلية وفحص المزارعين لنوعية ومحتوى تربتهم، فضلا عن توسيع مدارس المزارعين وتعزيز مراقبة الجراد الشجري والسيطرة عليه، بالإضافة إلى الدراسة الجادة والسيطرة على الأعشاب الضارة وإدخال أساليب تطوير الري بالطاقة الشمسية والسيطرة الجادة على المبيدات الحشرية المستوردة بشكل غير قانوني، وإلى الاهتمام الخاص بإصلاح وبناء قنوات تحويل السيول والقيام بالتنظيف المبكر للبذور ومقترحات مهمة أخرى. من جهتهم أكد حكام أقاليم الأوسط وعنسبة والقاشبركة أهمية الإدارة الفعالة واستخدام الأراضي الزراعية، كما أكد الخبراء الزراعيون بشكل عام والشباب بشكل خاص على العمل بجدية على توليد الدخل، وقدموا توصيات مهمة مثل جعل البرامج واضحة وقابلة للقياس بالأرقام والضغط من أجل الحفاظ على التربة والمياه بوتيرة أعلى. وقال وزير الزراعة السيد رفاين برهين أنه يجري اتخاذ مبادرات واسعة النطاق لتعزيز الإنتاج وتوليد الدخل من خلال المزارعين المثاليين والتنمية الزراعية المتكاملة في القرى وتنفيذ برامج الزراعة الأسرية شبه المتكاملة والمزارع التجارية الصغيرة والمتوسطة والدفع بهذه البرامج لتحقيق الهدف المنشود. وأضاف الوزير رفاين أن الأنشطة التي تركز على الحفاظ على التربة والمياه مثل مبادرة التنمية المتكاملة للمحاصيل وتربية الدجاج المنزلي وتنمية البطاطا الحلوة وتوسيع خلايا النحل والمحاصيل المختارة والتنمية المتكاملة للقمح والذرة والأعلاف الخضراء واستخدام الأسمدة الطبيعية والمبيدات الحشرية وغيرها من الأنشطة ذات الصلة لتحقيق التغذية الآمنة للجميع ستنفذ في كل مكان. وحث الخبراء والمسؤولين الزراعيين وكذلك أعضاء الإدارات والمواطنين على الاجتماع بانتظام لتقييم ومراقبة هذه البرامج.
عقد فرع وزارة العمل والرعاية الاجتماعية في إقليم القشبركة مؤتمرات في بارنتو غونيا بيومي 18 و19 من أبريل ركزت على القضاء على الممارسات التي تسبب الأضرار البدنية والنفسية كختان الإناث وزواج القاصرات. وحث المؤتمر الذي تم تنظيمه بالتعاون مع الاتحاد الوطني للمرأة الإريترية ووزارة الصحة والهيئات المؤثرة ورجال الدين، وذلك خلال مناقشة البرامج التي تنفذها اللجان المشكلة على مستوى المديريات، حث بتعديل تنظيم اللجان وتوزيعها وأساليب الحملات التوعوية وغيرها باعتبار أن هذه الظاهرة لم يتم القضاء عليها بشكل كامل. وقال مسؤول الفرع بالإنابة السيد تسفى جابرييل تسفى سلاسي أن العمل الذي يركز بشكل أساسي على القضاء على ختان الإناث وزواج القاصرات لديه لجان تنتشر من الإقليم إلى الضاحية، مشيرا إلى أن الممارسات العرضية تحتاج إلى تحديدها من قبل الإدارات ويجب اتخاذ الإجراءات التصحيحية. وتم تقديم توضيحات حول كيفية التعامل مع ختان الإناث وزواج القاصرات وغيرها من الممارسات الضارة من حيث القوانين الجنائية والمدنية ومسؤولياتها القانونية وعواقبها الصحية. وقال حاكم إقليم القشبركة سعادة السفير محمود علي الحروي وسكرتير الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة في الإقليم سعادة السفير محمود علي جبرة في ختام المؤتمرات، قال إن أنشطة الحملات التوعية وحدها ليست كافية للقضاء على الممارسات الضارة بشكل كامل، وذكر المديرين التنفيذيين والأعيان بتعزيز مساهماتهم لكونهم يلعبون دورا مهما في تحديد الضالعين في هذه الممارسات الضارة. وطرح المشاركون استمرار أنشطة الحملات التوعية والتثقيفية بشكل فعال، داعين إلى نشر تنظيم اللجان حتى الوصول إلى مستوى القرى، وكذلك التكثيف من أعمال الرقابة الجادة وتعزيز تنسيق اللجان مع الهياكل الحكومية الأخرى والاتحادات والجمعيات ورجال الدين. ويجب أن تكون معاقبة مرتكبي الجرائم سريعة وتصحيحية. تم عقد ندوة حول الإدارة السليمة للوثائق والسجلات لأعضاء القوات البحرية الإريترية في 20 من أبريل. وقد قدمت مدير مركز الأبحاث والتوثيق التابع للجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة السيدة أزيب تولدي في السيمينار الذي عقدته في مركز البحرية بقدم للمسؤولين العاملين في مختلف المناصب والدارسين المرشحين لحفظ الوثائق، قدمت شرحا شاملا عن الخلفية التاريخية وحالة التوثيق خلال الفترة الاستعمارية وأثناء النضال من أجل التحرير وبعد الاستقلال. كما أوضحت السيدة أزيب أهمية التوثيق في خلق ثقافة مؤسسية وذكرى جماعية، فضلا عن الحاجة إلى الوثائق والحفاظ عليها في أنشطة المؤسسة على المدى الطويل والقصير والسرية المؤسسية. وقال رئيس الأركان البحرية العقيد ملائكة تخلى مريم إن الهدف الرئيسي للندوة هو غرس الوعي العلمي في البحرية الإريترية حول التعامل مع الوثائق بشكل عام، والحفاظ على الوثائق السرية والتعامل مع الممتلكات المختلفة بمفهوم علمي. وأضاف أنه سيتم بالتعاون مع مركز البحوث والتوثيق توفير تقنيات التوثيق وأسلوب الحفظ الحديث. وفي الختام أوصى المشاركون بإقامة ندوات مماثلة بنطاق واسع للمجتمع. نظم فرع التعليم بالإقليم الأوسط ندوة يوم 20 من أبريل بقاعة إدارة الإقليم حول مادة الرياضيات وإيجاد الحلول الضرورية لنقاط الضعف السائدة في المادة. وقال رئيس الفرع الأستاذ بلاي هبت جابر إن هناك العديد من العوامل التي يجب توافرها لتحسين الأداء الضعيف في مادة الرياضيات في الامتحانات الوطنية في الصفين 8 و12. وقال إن العنصر الرئيسي في هذا الشأن هو المعلم، داعيا إلى تعزيز المشاركة العامة. وأوضح الدكتور عقبة ميكائيل قبر مسكال من كلية ماي نفحي والدكتور تيدروس سيوم من وزارة التعليم والمعلم محرتاب قبر السلاسي إن الندوة ركزت على نقاط الضعف والتحديات في منهج الرياضيات بشكل عام، وأكدوا أن المعلم هو الرائد الرئيسي في هذا المجال، وينبغي إلى عملية التعليم والتعلم الاهتمام الرئيسي عليه. وحث المشاركون الطلاب على التغلب على الخوف والتعلم بالتشجيع وتعيين أعداد كبيرة من المعلمين في المدارس الابتدائية لمنح الطلاب أساسا قويا.
وفي حديثه عن أسباب المشكلة وحلولها قال سمسم كبرى من فرع التعليم في الإقليم إن الورشة ستمهد الطريق لمزيد من البحث والدراسة، ودعا المعلمين إلى أن يكونوا قوة التغيير وأولياء الأمور بضرورة تعزيز علاقاتهم بالمدرسة لمراقبة أحوال أبنائهم. وفي الختام قال الأستاذ أبراهام تخلي من قسم التعليم العام إن الورشة ستكون مسؤولة عن المستقبل، وحث الجميع على المساهمة الفعالة. نظم الأسبوع الريادي والثقافي للطلبة الذي يقام في كافة المدارس بالتزامن مع الخطة التعليمية السنوية في مدينة هيكوتا منذ 12 من أبريل. وفي الحفل الختامي الذي أقيم يوم 14 من أبريل قال رئيس مكتب التعليم بالمديرية الأستاذ عبد القادر عبد الله إن الأسبوع كان مفيدا في تعزيز قدرات الطلاب واتجاهاتهم. وقال السيد صالح محمد حامد رئيس اللجنة الرياضية والثقافية أن الأسبوع شارك فيه 520 طالبا منهم 70 مدرسا من 14 مدرسة، وأشار إلى أنها تضمنت مسابقات رياضية والابتكار والإبداع وبرامج تعليمية وبرامج ثقافية. وفي الختام تم توزيع الجوائز على الفائزين على المستويين الفردي والمدرسي. وفي كلمته الختامية قال مدير المديرية السيد شيخ الدين صالح إن محتوى الأسبوع والروح التنافسية التي ظهرت كانت انعكاسا لجودة المدارس، مذكرا الجهات المعنية والمجتمع لتقديم الدعم اللازم من أجل تطويره. فازت العداءة الإريترية نازرية ولدو صاحبة الرقم القياسي الوطني في الماراثون يوم الأحد 21 من أبريل، فازت بالمركز الأول في ماراثون فيينا بالنمسا 41. وأنهت العداءة نازرية السباق في زمن قدره 2 و24 دقيقة و8 ثوان، متفوقة على الكينية صاحبة المركز الثاني بدقيقتين و14 ثانية. وضمنت العداءة نازرية ولدو البالغة من العمر 34 عاما مشاركتها في دورة الألعاب الأولمبية التي ستقام في باريس بفرنسا في يوليو المقبل. وقد صرحت نازرية في مؤتمر صحفي عقد قبل السباق إنها قامت بالاستعدادات الكافية لتأمين مشاركتها في أولمبياد باريس من خلال ماراثون فيينا. الجدير بالذكر أن الزمن السابق الذي سجلته العداءة نازرية وكذلك الزمن المسجل في الرقم القياسي الوطني للسيدات عام 2022 في يوغينيا بالولايات المتحدة الأمريكية هو 2 دقيقة و29 ثانية. وفي الوقت نفسه احتل العداء الإريتري هينوك تسفاي الذي شارك في ماراثون لندن في نفس اليوم احتل المركز السادس. مشاهدينا فاصل قصير ومن ثم نعود لمتابعة الأنباء على الصعيد العالمي، فكونوا معنا. أهلا بكم على الصعيد العالمي. وافقت الولايات المتحدة على سحب قواتها البالغ قوامها أكثر من 1000 جندي من النيجر، حيث يشاركون في القتال ضد جماعات مسلحة وفق ما قاله عدد من المسؤولين الأمريكيين. وقد وافق كورت كامبل نائب وزير الخارجية الأمريكي على طلب سلطات نيامي سحب القوات، وذلك خلال اجتماع في واشنطن مع رئيس الوزراء النيجيري علي الأمين زين الذي تولى السلطة عقب الانقلاب في يوليو الماضي، وذلك وفق ما قال مسؤولون أمريكيون لوكالة الصحافة الفرنسية. وينص الاتفاق على إرسال وفد أمريكي إلى النيجر خلال الأيام المقبلة للاتفاق على تفاصيل الانسحاب. وعلقت الولايات المتحدة معظم تعاونها بما في ذلك التعاون العسكري مع النيجر بعد الانقلاب الذي أطاح بالرئيس المنتخب محمد بازوم. اختبرت كوريا الشمالية رأسا حربيا كبيرا جدا صمم لتحميله على صواريخ كروز استراتيجية وفق ما أوردت وسائل إعلام رسمية، مضيفة أن البلاد أطلقت أيضا نوعا جديدا من الصواريخ المضادة للطائرات. وذكرت وكالة الأنباء المركزية لكوريا الشمالية أن إدارة الصواريخ في جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية أجرت اختبار قوات لرأس حرب كبير جدا مصمم لصاروخ كروز الاستراتيجي. وأضافت أن كوريا الشمالية اختبرت أيضا إطلاق صواريخ بيولوجي 2-1 المضاد للطائرات من طراز جديد فوق البحر الغربي لكوريا.
وأشارت إلى أن هدفها معينا قد تحقق من خلال الاختبار دون تقديم مزيد من التفاصيل. وأوردت الوكالة أن كلا الاختبارين كانا جزءا من الأنشطة العادية للإدارة ومعاهد علوم الدفاع التابعة لها، واعتبرت أن هذه التجارب العسكرية لا علاقة لها بالوضع المحيط بالبلاد دون أن تعطي أي معلومات أخرى. أكد مكتب رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان أن أرمينيا وأذربيجان اتفقتا لأول مرة على ترسيم حدود الدولة في الأراضي التابعة ل4 قرى في منطقة تافوش شمال شرق أرمينيا. ووزعت اللجنة الأرمينية الأذربيجانية المشتركة المعنية بترسيم حدود الدولة في أعقاب اجتماع بيانا صحفيا مشتركا. وقال مكتب باشينيان لوكالة الأنباء الأرمينية الرسمية أرمان بريس أن هذا يعني أن اللجنة المشتركة رسمت على الخريطة الحدود التي كانت موجودة بين القرى المذكورة على خلال فترة الاتحاد السوفيتي، وفي مرحلة المقبلة ينبغي توضيح هذه الحدود على أرض الواقع، وسيكون هذا حدثا غير مسبوق. وللمرة الأولى سيكون هناك خط ترسيم بين حدود دولتنا في منطقة هذه القرى ال4. الخبر الأخير في هذه النشرة: أعلنت الصين تشكيل قوى عسكرية سيبرانية جديدة لتعزيز قدرتها على خوض حرب والانتصار فيها. وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع وو كيان إن قوة الدعم المعلوماتي ستقدم دعما أساسيا لتطوير أنظمة شبكات المعلومات بصورة منسقة وتطبيقها. وأنفقت الصين خلال السنوات الماضية مليارات الدولارات لتطوير وتحديث قواتها المسلحة في ظل تصاعد التوتر مع الولايات المتحدة ودول أخرى في المنطقة. وقال المتحدث إن القوة السيبرانية الجديدة تمثل خطوة استراتيجية لإقامة نظام خدمات وأسلحة جديد وتحسين بنية القوة العسكرية الحديثة الصينية. مشاهدينا، نختم نشرة هذه الفترة بذكر أهم وأبرز العناوين. وزارة الزراعة تعقد اجتماعات لمناقشة التقدم المحرز في الربع الأول من العام. عقد ندوة حول إدارة الوثائق والسجلات لأفراد القوات البحرية. العداءة الإريترية نازريت ولدو تتوج بالمركز الأول في ماراثون فيينا. الولايات المتحدة توافق على سحب قواتها من النيجر. كوريا الشمالية تختبر رأسا حربيا كبيرا جدا. يريفان وباكو تتفقان على ترسيم الحدود في شمال شرق أرمينيا. مشاهدينا، هكذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى نهاية نشرة هذا المساء. هذه تحيات وتحيات الفريق العامل، ودمتم في أمان الله.